انت شفت بذمتك قله ادب كده؟ انا بصراحه ما شفتش اللي عمله لامين يامال في لعيبه باريس سان جيرمان في الدقيقه الاولى من المباراه. حاجه كده تاريخيه. انت بتتكلم لسه احنا في الدقيقه الاولى ولسه بنسخن. لامين يامال ضغط على لامين يامال في بدايه الكوره نونو مينديز، طبعا ده افضل ظهير في العالم حاليا. فلما لامين يامال عدى منه فضغط بقوه وبسرعه شبه ما انت شايف كده. فالنتيجه ان لامين يامال قعده على الارض. فلامين يامال دخل على فيتينيا ولعب كمان باريس وعدى منهم بالشكل العالمي اللي انت بتشوفه ده. فراح برده نونو مينديز نفسه اللي لسه ما فيهوش في الاول، رجع تاني وضغط عليه بعشم كبير جدا عشان ياخد منه الكوره. راح لامين يامال فرشه مره تانيه على الارض عشان الجماهير يعني تزلزل الملعب من اللي عمله لامين يامال. وبعد كل اللي عمله ده عدى وعمل اسيست، ولكن للاسف ضاعت. حرفيا الواد ده مرعب يا جدعان. تخيل بيعمل كده في افضل لاعب في العالم حاليا، افضل ظهير يعني، وواحد من اقوى اللاعبين. انت بتتكلم نونو مينديز ده يعني عمل ماتشات تاريخيه على محمد صلاح. انت بتتكلم نونو مينديز ده حط اغلب اللاعبين في العالم الموسم الماضي والموسم الحالي في جيبه تقريبا كده مفيش بجنيه خطوره. انت بتتكلم في كوره واحده بس لامين يامال فرشه مرتين. الواد ده تاريخي بجد. احنا مش عارف نبعت له مين عشان يهدوا صحته. يعني تخيل معايا لامين يامال بكل اللي بيعمله بره الملعب دوت، شوف في الملعب بيعمل ايه في اللعيبه. بيجي على افضل لعيبه في العالم وبيفرشهم بالشكل اللي انت شايفه ده. حرفيا لاعب تاريخي.